عسلامة يا جماعة، شنو حوالكم؟ يا رب تكونوا الكلكم بألف خير وصحتكم لاباس. إن شاء الله حوالكم باهية وأموركم ماشية مريقلة. اليوم كالعادة إن شاء الله جيتكم فيديو ياسر محلاه، إن شاء الله يا رب يعجبكم. ما عادش باش نقول لكم سامحوني على الغوتا، خاطر ظهر لي عرفتوا هذاك الروتين نتاعي الله غالب، راهو البنات مع الوقت كل حد تتزايد، يعني مسؤوليات يتزايد الوقت. يولي ما عادش موجود برشا. هذاك علاش راني ما عادش نهبط ديما، وقت اللي نلقى الفرصة باش نهبط ديما ديما تشوفوني معنا ساعات. كل مرة وكيفاش ساعات مثلا نقعد كل نهارين نهبط فيديو، ولا ساعات نهار بعد نهار نهبط فيديو، وساعات نقعد بالشهر ولا بالعشر أيام ما نهبطش. أما راه فوق من قلبي معناها قد نبدا التصوير قاعدة نصور، يعني بالنسبة لي أنا في مخي راني حاضرة مع اليوتيوب وانتوما معايا معناها. أي حاجة تعجبني نجبد نصورها، كان جاتني هكا معلومة في مخي نقيدها. المهم جاني آخر مرة تعليق قالت لي ريم أورينا شنيا لي برودوي اللي تستعملهم في المواد، معناها في التنظيف نتاعك بالنسبة لمواد التنظيف، خاصة الحاجات اللي تاخذها من أكسيون. دونك قلت علاش ليه، أنا بطبيعتي توا هاني قاعدة بديت في التنظيف نتاع رمضان. هذه زادا من الحاجات اللي توا خلتني نبطة باش نهبط الفيديوهات، قاعدة نعمل في حملة تنظيف. عرفتوها كل تنظيف نتاع التريك، قاعدة نشوف في منظمات كل معناها نبدل التنظيم نتاعي جملة معناها. خاصة توا مع الوقت أسيل ولات تجبد وحدها الحوايج، ولا تحب تلبس وحدها. أرسلان زادا ولا يوصل للقجرة ولا يجبد ويهز حسيلو، ما نحكي لكمش يعني الحاجة اللي نطويها. نرجع جست على غفلة سهوة صغيرة نلقى القجرة متاعو الكل فرتهم. دونك قاعدة نشوف توا في تنظيم جديد يخلي لي دنيا هكا منظمة وبعيد عليهم هما خاصة، ولا حتى كي يجبدوا مثلا أسيل تو كي توصيها تعرف تجبد وتخلي الدنيا نظيفة. مي لازمني نشوف لها طريقة جديدة معناها باش كي تجبد تقعد الدنيا زادا نظيفة. دونك إن شاء الله تو نوريكم شنيا لقيت وشنيا مازلت ما شريتهاش أنا. أما تو كي ناخوها تو نوريكم شنيا عملت، وكان حسيتها خاصة إفيكاس نقول لكم عليه. باهي تحت لافابو نتاع الكوجينة عملت زوز سلات كيما شفتوهم هذوكم الكبار، نحط فيهم لي برودوي نتاع التنظيف اون جينيرال، لي ساك بوبيل، شيوت هذوكم نتاع زادا المسحانة نتاع باش تمسح حاجة صغيرة شوية غبرة ولا حاجة في القاعة ولا تفش طايح. وشني آخر هذيكم هما معناها شفتوهم. الحاجة الأخرى اللي الله غالب احنا راني من دارنا ثم حاجات قعدوا لي في بالي. نحطوا الزيت العادي ما نعرفش نتوما كيفنا ولا، أما الزيت نتاع القليين اللي مازالوا في الدبابز معناها أمورهم واضحة نحطوهم لك ذريات تحت ليفي. دونك حطيت كعبات هذوكم اللي كبدة عندي هكا ستوك ماخذتهم في البروموسيون ولا حاجة، نحطهم في بيت المونة. سينو الدبابز شوية هكا اللي يقعدوا لي نحطهم تحت ليفي زادا. هذوما دو باني صغار كما شفتوهم نحط فيهم الحكاكات. حبيت نوريكم الحكاكة هذه الماجيك اللي يحكيوا عليها الناس الكل. خذيتها زادا من اكسيون، انا صراحه ما عجبتنيش، ما حسيتهاش لا ماجيك لا حتى شيء، كيفها هي حكاكه اخرى تتطلب مجهود ولازمك تنزل على الاخر وتبدا تحك بالكدا بالكدا باش تنظف الحاجه. دونك كيف اي حكاكه، يمكن الحكاكات الاخرين خير، خاطر الاخرين يقعدوا لك مده طويله ويقعدوا باهين، هذه في لحظه من اول استعمال سيئه تتقطع وتتكسر وما يقعد فيها حتى شيء. دونك انا ما عجبتنيش اللي تعرف. انا قلت بالك خاطر ماخذتها انا ماخذه الماركه نتاع اكسيون معناها اللي يبيعوا فيها اكسيون. ثم ماركات اخرين زاد موجودين في اكسيون، انا ناخذ هذه نتاع ظهري نتاع اكسيون معناها هي اللي عملوها. نعرفش كان تعرفوا ماركه اخرى وباهيه وتمسح معناها بالكدا كما يحكيوا البنات توبه ما تعدي هكا تعرف وتمسح كل شيء، خاصه حطوا لنا في صندوق الوصف بربي يخلينا نستفادوا الناس الكل. هذه زاده من اكسيون حكاكات نتاعي كل شيء في نفس الوقت باش نقول لكم منين ناخذ لي برودوي نتاعي. لي غولو هذوكم نتاع الغبره هذوما بالحق ما تخليوهمش ما تستغنيوش عليهم معناها في الدار. كان لازم في كل بيت حطوا واحدة. أنا حاطة واحدة في بيت النوم متاعي وواحدة هذيك هبطتها لوطة للصالة. كنت قبل في الروتينات القديمة ديما نوريها لكم طيارة على الآخر، خاصة التنظيف اليومي ماني متحبش كل نهار تستعمل الاسبيراتور وما تستحقش زادة تعدي هكا شوية على المخادد والمتلا وكان عندك حتى حاجة فلور في الدار مبل ولا حاجة طيارة على الآخر. هوني حطيت ليغون هذوكم ليغون الخضر خذيتهم وقتها من ديستوكاج. كي جيت نلبس فيهم نلقاهم ياسر كبر عليا، ما رغم ذاك نستعمل فيهم. دونك كي مشيت لاكسيون خذيت تاي اس و ام، خاطر في صوابعي يعني جويدين ماهمش خشين ما يجيو عليهم كان اس و ام، حبوا ما كي يبداو لاصقين في صوابعي. حبيت نوريكم زاده هذيا تمسح الغبرة، زاده حاجة روعة للناس اللي عندهم الحساسية خاصة كيفي. حاجة الباهية اللي فيها انها تدخل في التريكن كما شفتوها وعملت لكم
ما نعرفش واش جاكم ان بريميكرون ولا مازال. المهم عملتكم بريميكرون من امازون باش تفهموها. تدخل في التريكن، والحاجه الاخرى تشرب الغبره، ما تحسش الغبره تطاير وانتي تعطس وحالتك حليله. والله كنت قبل كي نمسحها بالمنديله ولا حاجه يصير فيا بالغبره. هذوما زاد دليل جات تنوريكم من بعد. عملت لكم جوله صغيره في اكسيون فين المواد التنظيف. وراني زيت لساك بوبيل البرودوي هذوكم كيما قلت لكم نتاع التنظيف نتاع القاعة الأكثرية ولا حاجات كبيرة حطيتهم هوني على جنب. بالطبيعة الركليت هذيك نتاع الواحد بعد نحكي لكم عليها، والصابون الأخضر اللي لازم هذاك يكون موجود في كل دار تونسية، لازم يكون عندنا صابون الأخضر. وهذا كغلا اللي وريته لكم آخر مرة في آخر فيديو شريته من كارفور. بصراحة البرودوي كغلا كلهم طيارة. ثم هذا وثم كالغوز نحط لكم التصويرة نتاعو. ياسر ياسر محلي بصراحة الروز. ريحته تفتق على الآخر. هذايا محلي مش خايب بالحق تشم ريحة نظافة. يعني هذايا كي شميته أول مرة شميت بصراحة ريحة دارنا كي ماما تكمل تنظف وندخل نشم ريحة غريزي وريحة جافيل الميلانج مع بعضهم. هذيك هي الريحة تفتق. اما حسيت اللي بالورد هذاك ريحته تقعد اكثر، يعني تقعد كما قلت لكم حتى جمعه عادي صرتو كتب الدار مسكره تقعد الريحه بالكدا في الدار. وهذه نفس الماركه زاد كاغونا، اما هذه للباركي هذه بالزيت. اما ردوا بالكم ما تعملوش منه للقاع، ما تغلطوش غلطي راه يولي يزلق. معناها تحطوا شويه كيما معناها تلتزموا باللي هما كيفاش قالوا لكم عملوا خطاف في 5 لترات يمي وتنظفوا به. هذه زاد الاجاكس معروف الناس الكل يستعملوه، راهو ديما هذاهم بروموسيون زاد محلاه راهو ماهوش خايب. اما نخير اكل اللي يبدا شقاق النعمان مصوره فيه من برا، هذاك بالحق ياسر قوي ومحلاه تقعد ريحته بالكدا. سينو تقعد من بعد اذواق راهو الواحد كيفاش ثم اللي يحب دارو ديما فوحه، ثم اللي يحبها لا يقولك بالعكس معناها ما نحبهاش باللي برودوي هذوما. نحب كان تعرف جافيل وماء وكهو، ثم اللي ما يستعملش من اصله جافيل يحب ينظف بالسخانه كيما وريتكم لاباري بتاع اخر مره. يعني كل حد وكيفاش يحب، ثم اللي يخلطهم الكل ويجلطهم كل حد حر. هذيا الوحدات الفشفاش هذوما اللي ينظفوا بهم التنظيف معناها بتاع الكوجينه وسال دو بان والكل. نخير ديما يكون فيهم جافيل. هذوكم احسن برودويات عندي اللي يكون فيهم جافيل. سينو كل البرودويات العاديين هذوكم نخليهم تاع تنظيف خفيفه اخر النهار ولا مسحه خفيفه. هذه للتواليت اللي ديما الحاجه اللي تخليني نختار البرودوي هذا نتاع التواليت كيف ما عنديش ماركه معينه، اما لازم ما يكونش ملون خاطر يخلي لي بعد التواليت مع الوقت يتلون لي. كان لونه ازرق يولي لونه ازرق، كان لونه اخضر يولي لونه اخضر، يعذبني بعد في التنظيف. وانا ما نحبوش نحبه معناه وليت نستعمل برودوي ابيض وكهو تنظيف التواليت. هذا اللي عجبني اخر مره في اكسيون جابوه جديد هو الخل 5 لترات. هذا زاد ياسر محلي وسمو به يظل بدوغو ولا دوغو يكلك محلي على الاخر. توا شوفوا ضربت تقريبا نصه في تنظيفه واحده. عملت تنظيفه تنظيفه باهيه معني البيوت وكلمات لا بالكربونات والخل هكا سي مشي. هذه حبيت نحكي لكم عليها. شفتوني ما راني ما نستعملهاش كان البلار، نستعملها حتى للحيوط نتاع سال دو بان اللي عندها الحيوط نتاعها فايونس ولا باركي. مش باركي ولا نسيت شنو يقولوا له. المهم مش حيط عادي، المهم يبدا ارطب باهي تنجم تعدي عليه الركلات هذيك راهي تنظف بالكدا وما تخليش البقايا نتاع الماء. حاجه اخرى باش نحكي لكم عليها البرودوي هذا فانيش. هذه ريتو عند لاتراك يستعملوه برشا في تنظيف البقايا في الكنابي. فكست عليه في لي ماغازان اللي بحذنا ما لقيتش منه. انا لقيت منه كان في اكسيون موجوده الماركه فانيش في حاجات اخرين معناها استعملت اخرين. مي للبقايا هكا لقيته كان في اكسيون زاد كيف يظهر لي 3 يورو ولا 2 يورو كيلك. محلاه انا الحق ما جربتش معناها استعملتوش في بقايا معناها قويه ولا مرقه ولا حاجه باش ننظف به. مي استعملته رسلين مسخ شويه الكنابي بالياغورت دونك فشفشت هكا فوقها وبعد جوست عديت خليته شويه حكيت 4 ساعه 4 دراج وبعد عديت عليه واحده هكا منديله صغيره سي نلقاها تنحى معناها من غير ما نقعد نحك. كومي ما عجبني خاطر في العاده حتى الياغورت نقعد نحك فيه برشا معناها باش ننظفه. دونك نتوما كان جربتوه اعطيوني رايكم ولا جربوه وقولوا لي راهو باهيه. هو حتى يصلح هو بالاساس لليتاج زاده نتاع الحوايج.
هذيا يعقم التواليت سببها وقتها خذيته كي جيت باش نسافر، ومن وقتها وليت ناخذ منه معناها ديما تبدا عندي دبوزة هكا صغيرة لتعقيم التواليتات، زاد هذيا زاد باهية معناها كسوا للسفر ولا تبدا عندك هكا في الدار، ريحتها مش طيارة برشا راهو قلت لازم نقول لكم، أما باهية هكا لتعقيم التواليت هي مش حاجة أخرى، وكان شفتوها الحكا البلار هذيك تكسرت لي القطعة نتاعها وهي قاعدة لاباسة عليها، دونك قلت خلينا نستغلها توا نحط فيها لي كابسول نتاع الماشين فيسيل، وهذيكم اللي من فوق دي كابسول صغار ماخذتهم من اكسيون للتواليت كي نكمل ننظف التواليت نحط نرمي فيها كعبه اللي من فوق هذوكم غاتين كاينهم بالبابي الومنيوم. دونك هذا هو اون جينيرال. وبعد مشيت لك الوردات باش نزرعهم، هكا الوردات ضربوا عندي اكثر من جمعه هما في الباكو نتاعهم ومسكرين عليهم. نعرف انا ما يصير لهم شيء قعدت كل مره نسقي فيهم، اما قعدت نخمم زاده وين باش نحطهم. عندي هذه البيت المونه اللي لبرا بحذاها حوض، قلت نزرعهم ساعه الحوض هذاك نحيتك اللي بلونت الشيخين اللي فيها الكل يطلعوا بالسيزون هما، وزرعت الورده هذه الفيولي. علاش زرعتها هوني؟ خاطر تتطلب انها تتزرع بحذا حاجه، خاطر تطلع الورده ذي لازمها تكبش في حاجه باش تطلع معاها، دونك خيرتني نزرعها هوني بحذا الحيط. والسماد هذاك اللي وريته لكم اول الفيديو نواه كوكو، يا ربي نواه كوكو هذاك عاملين منه سماد، دونك تحطوه قلك مع 10 لترات ماء وتخليه حتى يتحل، وبعد معناها تحطوا في لي بلانت نتاعك. انا قسمتهم الكل وبدلت لهم هكا التراب نتاعهم وشعلت الشمعات نتاعي، وفي بالي باش نقعد نرتاح. قولوا لي يا ريم برا باش نرتاح ونرتاح فخار ربي، والله في بالي باش نقعد سيء يا اخي. اشتهيت الكنافه عندي فتره توا شهيتها وكل نهار ناجل، بس كان عندي برشا حاجات نعملها ما صدق ونكمل مخر في الليل. دونك اليوم جمعه وكملنا بكري حسيت وكملت بكري، لميت مسحت الدار كلها ومازال عندي هذه كومة الحوايج ديما راهو ورا المنظر هذاك لازم عندي كومة حوايج تستنى فيه باش نمشي نطيب الكنافه توا معاكم. مانيش نوريكم الديتاي الكل، ما نتصورش معناها ما تعرفوهاش كلكم وليتوا تعرفوها توا، ما شاء الله الناس الكل تعمل فيها. باش نحط صورة البقرة تقعد تمشي ونمشي نعمل سيسا كل نهار جمعة نحط صورة البقرة ولا صورة الكهف. و توا مشيت بالطبيعة عملت دوش خفيف وعملت قماش في وجهي، عملت كريم ادغاطونت زاده ليدي والوجهي وكهو. توا باش ندخل كيما قلت لكم توا على اساس في بالي ساي باش نرتاح يا اخي، قلت خلي نكمل نعمل الكنافه، مازال بكري على سهريه معناها مازالت، تو بعد نقول يا ريتني راني عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بنات هوني الشحور حكرت بعيني، راهو عملت يعني غميت السكر وزدت فوقهم هما سنتي ولا 2 سنتي ماء، وتوا باش نخليهم هاكا باش يبداو ياخذوا غلوه. انا نعمل لهم عصره كي ياخذوا غلوه نعمل لهم عصره قارعيش. الكريم فريش مش لازم عليكم تستعملوها، مي باهي طري معناها تبدا عنده باهيه. انا كي تبدا متوفره نستعملها، ما عنديش نعمل ديريكت جبن، وهذا بالطبيعه جبن. هذه البارتي اللي قعدت لي باش نكمل نحطها كهو. وتوا بالطبيعه باش نسيل الزبده ونمشي نقص الكنافه، باش نقصها بالسكينه، سينو ما تقصوها بالروبو، زعما نقصها بالروبو اسرع عليا. تو نشوفوا نقول لكم في الاخر باش نعمل من الماكينه، تعبت لازمها برشا مجهود. وتوا من غير ما نحركها بيدي جتني الفكره باش نحط تيركت فيها الزيت، ما نعرفش فكره باهيه ولا، اما باش نحط فرد مره وكعب باش ما نقعدش يا جماعه. فكره تهبل معناها وهي في الروبو فرد مره نصبوا لها الزبده وهكا دخلت فيها محليها في لحظه، راهو ميم با اخسر دخلت فيها الكل ومحليها، جابتها جويده. انا هكا نحبها الكنافه مقصوصه.
كهو توا باش نبدا نحطها في الماء. خليته هاكا على جنب باش يبرد. الكنافه هكا كيما تراو فيها محلاه، جات مفركتها بالزبده. وهذه هي المقله قعد لي شويه زيت في الزاز وصبيته شويه زبده. المهم المقله هذه راهو الحاجه الباهيه تنجم تدخل للفور، معناتها تنحي لها البونيه نتاعها ودخلها للفور طيب، تجيك زاده محليه الكنافه طايبه ملوطه للفوق. خاصه البنات اللي باش يعملوها اول مره ويخافوا يقعدوا يقلبوها ولا حاجه، او كطيبوها في حاجه ديريكت في الفور. نحطوا كوش باهيه في المقله ولا في اي طبق اللي باش تطيبوا فيه، لازم كوش باهيه نتاع زبده. هذيك متفاهمين فيها. توا المقله نتاعي راهي ما تشدش، اما هذيك هي من لي زيتاب نتاع تحضير الكنافه. لازم تكون كوش باهيه هذيك بالزبده باش بعد تعطي الا مع الكنافه وتجي محمره وتجي لونها موحد ومحلاها. توا نحطوا الطبقه الاولى، لازم من الاول تقسموا الكنافه على اثنين، هذيك باش نتفاهموا فيها باش تجيكم الطبقه الوطنيه متساويه مع الفوقانيه. نحطوا الطبقه الاولى نرصوها بالكدا بيدينا، نحاولوا الاحراف نتاعها على جناب هذيك نطلعوهم شويه. بعد نحطوا الطبقه الثانيه نتاع الموتزاريلا معها الكريم فريش كما قلت لكم مش ضروريه. فوقها هي نكملوا الطبقه الاخرى نتاع الكنافه. باش نقول لكم على حاجه خاطر ديما يجيني سؤال هذايا كل ما نعمل الكنافه. تنجموا راهو تعوضوا جبن بالفرويساك، يعني تاخذوا الفاكهه اي نوع نتاع فاكهه، كان تحبوا كاكاويه ومعها جلجلين ولا معها شويه لوز، تخلطوهم الكل وتحمروهم وتقوا هكا معناها ترحيوهم. ثم اللي يحبهم داشتشين، ثم اللي يحبهم مرحين على الاخر كيما انتم تحبوا، وتعملوا في بلاصه الجبن تبقى ذي بطبيعه الفرويساك ماذا بيكم تخلطوهم بشويه شحور باش يتمسكوا شويه ولا شحور وزبده، وبعد تعملوها الطبقه هذيك في الوسط، ومن فوق تعملوا الكنافه ترجعوها، يعني نفس البرانسيب وتجي ياسر بنينه. على نار متوسطه ننظف الحوسه هذه ونرجع لها، ونقعد كل شويه من بعد كي نحس اللي جوانب نتاعها طاب كل شويه ندورها هكا بيدي باش تولي كلها لون موحد، معناها لونها الكل يولي مارون هكا مزيان. الكنافه حضرت وتوا باش نعمل لها بسم الله الشحور هو نفسه كيما شحور متاع البسبوسه، كيس سكر عليه 2 كيسان ماء عليه 10 قارص، تحطوهم من الاول في الكاسرونه الكل مع بعضهم من غير ما تحركوهم ياخذوا غلوه، بعد تطفي عليهم وتكون حاضره. في نفس المقله اللي طابت فيها الكنافه حطيت شويه لوز، ما عنديش هي تجي راهي بالبيستاش، امينه ما عنديش دونك عملت فيه اللوز، حمرتهم شويه ودشتشتهم وزينت بهم هكا من فوق الكنافه. وهكا كانت الكنافه متاعنا حاضره وما شاء الله جات ياسر بنينه. والصراحه مع زت بخارة الدار ما وريتكمش كيفاش بخارتها، ما ريحه البخور والكنافه جابت لي ريحه رمضان والدنيا هكا منظمه وانا راكشه، حسيروا ياسر كايني في سهريه من سهريات رمضان. ان شاء الله ربي بلغنا رمضان واحنا في صحتنا وعافيتنا يا ربي. كهو توا هوكا كما شفتوا كملت نظمت الدنيا، حطيت انا وراجلي باش نسهروا مع بعضنا، ولادي كانوا متحمسين ومحضرين رواحهم يسخيبوا روحهم مستدعيين للسهريه. ودونك كملت فطرتهم على بكري تسمعوا في حسهم، خاطر حطيتهم باش يتعشوا على بكري باش نجموا بعد نسهروا رايدين. حطيت راجلي الركشه نتاعنا وحطيت انا نتفرج هنهارين قاعده مركزه على الاخبار، حاب نشوف شنو قاعد صاير في تونس، وبعد نبدلوا بروجرام نتبعوا فيه مع بعضنا ولا فيلم. والهوني يوفى نهارنا، اما ما حبيتش نكمل معاكم حتى الهوني، حبيت نوريكم كما وعدتكم نعمل لكم جوله هكا صغيره في اكسيون، خاصه معناها بذمه لي برودوي اللي عندهم والحاجات اللي يعجبوني ناخذهم من عندهم. دونك هكا وريتكم لقطات، هذه البغوص اللي وريتها لكم. وريتكم اول مره الروز هذيا، ما نعرفش شنو هو بالضبط الحق، ما هو يقولوا انه منظف من المنظفات ويشكروا فيه على الاخر، خاصه سطل هذاك الروز. بربي اللي جربته الحاجه معينه تكتب لنا في التعليق، على خاطر توا مع الاخر نلقاه في الفيديوهات في التيك توك ولا في الفيديوهات نتاع الانستغرام يشكروا فيه برشا، وتوا في بالي قالوا مكان مقطوع وتوا رجع الاكسيون. دونك كان تعرفوه افيكاس بالكدا قولوا لي عليه. وهيك الناس كل معنا نستفيدوا مع بعضنا. هذه اللي قلت لكم اللي تمسح الغبره، ثم هذه العاديه اللي عندي انا، هذه هي اللي ماخذتها من اكسيون. سينو ثم الاخرى اللي طويله، هذيك للناس اللي معناها ما توصلش لبلايص معينه تطويله هيك وتنجم تنظف بها. الاخرى فيها ظهر لي كعبتين اللي نظفوا، والاخرى فيها 3 كعبات.
دونك هاكا نتوما وشني يساعدكم وشني يريحكم. زادا كيف المنادل هذوما راني ما ناخذهم كان من اكسيون ولا ساعات من زمان، هذوك هما البلايص اللي ناخذ منهم المنادل هذوما نتاع التنظيف كلهم يعجبوني، اسوامهم زادا باهيه يعني من ناحيه افيكاس وزادا كيف اسوامهم باهيه. هذه زادا ياسر تعجبني، صحيح نحسها في ساعات معناها في ساعات تهلك اما ياسر محلاها. وهذه ليبونج الماجيك اللي قلت لكم عليها، ما نعرفش كان نتوما جربتوها ولا جربتوها في ماركه اخرى، انا خذيت هذيا. كان نتوما جربتوها في ماركه اخرى او قولوا لي عليها. الماركه هذه مثلا مسيو بروبر انا ما جرب ولا مستر بروبر انا ما جربتهاش، من نتوما كان جربتوها في الماركه هذه زاد قولوا لي. ديما معناها نقعد نحاول ونجرب، خاطر انا توا الحاجه الوحيده اللي مقلقتني في داري انه ارسلان تعلم لي يكتب في الحيوط، وقد ما فسرت له وفهمته وما يحبش يفهم. ساعات يجبد لي حتى لي برودوي نتاعي نتاع المكياج ويحطهم لي في الحيط، دونك هذوكم ياخذوا لي برشا وقت في التنظيف. اللي تعرف اي برودوي ولا حاجه افيكاس بربي يقولوا لي عليها. وهذيك الكربونات بالطبيعه ما ياخذوا كان من اكسيون، اللهم كان نلقاه فيا خاطر ساعات ياخذوه. وهذم هما الأهم الحاجات. إن شاء الله يا ربي فيديو اليوم يكون عاجب. ما تنسونيش بالتشجيع، لايكات، الجامات والبارتاج، خاصة تعليق متاعكم محليهم. ربي يفضلكم، ربي يخليكم، انتم اللي ديما تشجعوني، انتم ديما الدافع متاعي باش ديما نقعد ديما نهبط الفيديوهات وديما نعطيكم خير. نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات جديده ونقول لكم بسلامه وباي باي.